قانون العشائر بالعهد الملكي؟ دعاوي العشائر؟ لا. الشيخ له سلطة أكثر من القاضي. لا تتعجب، روح اقرأ موجود بالمتنبي. طلع قانون العشائر. بس المفروض هذا الشيء يفرحك. شلون يفرح؟ هاي بيئتك وانت من هاي البيئة، وانت ايضا من سلالة هم كبراء اقوامهم، فهذا المفروض يعني الامر يعني يخدم توجهك الشخصي. أنا اجيب القاضي دارس القانون وتعبان على نفسه، وانت تعرف قبل القضاة شلون يجيبونه؟ بالضيم يلا يلقون قاضي، بالضيم يتوسلون بابو القاضي، بركة الابو يقبل ابنك تصير قاضي، ويجرب ظهره ما يقبل. تالي اجيب عليه واحد امي لا يقرا ولا يكتب، يصدر عليه قرار ويرفض قراره. هذا قانون دعاوى العشائر، لقاه عبد الكريم قاسم. لغاه. اي احد الشيوخ من لقوا قانون العشائر قال هسه انتهى العراق. هسه انتهى. اي هو المعنى شنو؟ قال العراق ما بقى عنده شرف بعد. وهنا كان المقصود شنو من هاي الكلمه؟ يعني المفروض نضل احنا نحكم. زين، مساله المدنيه بتاريخ العراق، المؤرخين يقولون الخمسينات، ناس الستينات، اكو ناس قالوا السبعينات، ناس قالوا حتى للتسعينات كانت الانظمه مدنيه، حياه مدنيه. انت شو تقول؟ بالستينات، البدايه السبعينات اكو تنفس، اكو نفس مدني، عاشت الناس. اي شنو مظاهره؟ مظاهره تمرق على ابو نواس. تسمع ام كلثوم، وتسمع ياس خضر، وتسمع سعد الحلي بكلمات حلوه.